وكل شيء سواه فان نحمده تعالى ونشكره على ما له علينا من سنوف الإحسان ونستعينه سبحانه ونستغفره من كل ذنب عملناه عن حمد أو خطأ أو نسيان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له كل يوم هو في شأن ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه سيد ولد آدم وأشرف بني عدنان أما بعد فيا أيها الناس إن الليل والنهار متيتان يقطعان بنا مراحل الأعمار ونحن قعود فإن منادي الموت ينادينا غفلة ركود فتأهبوا رحمكم الله وتلقوا شهركم هذا بالترحيب والتكريم وقوموا بما يجب له من الإجلال والتعظيم وأخلصوا العمل فيه لوجه الله الكريم وأفضله الحصر الأوائل منه فإنها أفضل أيام الدنيا بأشرها مسحونة بالخيرات والفضائل فأمروها بطاعة الله فإن ذلك من أعظم الوسائل وأخرج مسلم عن أم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره أيها الناس ارغبوا فيما رغبكم فيه نبيكم الكريم وراقبوا من لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض نفعني الله وإياكم بالآيات والذكر الحكيم والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم أنبيائه وإرساله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه مدى بكور الدهر وآصاله أما بعد فيا عباد الله روى الترمذي وابن ماجه والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من أيام عشر ذي الحجة بعد صيام رمضان كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر ابن عباس أيضا رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أفضل عند الله العمل فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير وذكر الله نفعني الله وإياكم من القرآن الكريم